تخيل مصر زمان كانت مملكة، بشوات وطرابيش وقصور فخمة، بس ورا الشاشة دي كان في غضب مكتوم، والشعب كان مستني اللحظة اللي يكسر فيها القيود ويعلن صوته. وفي ليلة 23 يوليو 1952 الضباط الأحرار اتحركوا في هدوء وسيطروا على مراكز القوة. الملك فاروق لقى نفسه قدام قرار صعب، يرحل عن البلد اللي حكمتها عيلته 150 سنة. سنة 1953 مصر ودعت عهد الملوك للأبد وأعلنت الجمهورية. محمد نجيب كان أول رئيس، وبعده جمال عبد الناصر اللي خلى اسم مصر يرج في العالم كله. عصر جديد بدأ. دي كانت حكاية تحول مصر من تاج الملك لقرار الشعب. لو عجبك ريو في اللبس العسكري انزل اعمل لايك وقول لي تفتكر ايه أهم إنجاز للجمهورية في نظرك. سلام.